السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى مع بعض نعمل مكرونه بشاميل بالفراخ او نجريسكو او مكرونه الفراخ. تعالوا بقى مع بعض نشوف انا بعملها ازاي وبطريقه سريعه جدا، وكل ده في 10 دقايق بس وتحدي. يلا بقى مع بعض نشوف عاملينها ازاي. معايا هنا بقى حلة كده فيها مَيّة على النار لحد ما تغلي عشان المكرونة. بعد كده بقى معايا حلة تانية هابتدي إن أنا أنزل فيها معلقة سمنة حلوة كده مع شوية زيت. أي مادة دهنية عندِك، أنا عن نفسي استخدمت السمنة والزيت. بُصّوا بدأ هنا بقى السمنة إن هي تسخن أهو، هانزل عليها على طول بالبصل. أول لمّا السمنة تبدأ إن هي تسخن كده، نزلت عليه على طول بالبصل، وهابتدي بقى إن أنا أقلِّب لحد لمّا البصل بس يبتدي إن هو يدبل معايا أو يطلّع ريحته كده. تمام، تمام. أنا بقى مش عايزة أقطع أي حاجة من الفيديو عشان يبقى كل حاجة صريحة وواضحة معانا، عشان ما حدش يتلخبط فينا بالنسبة البنات اللي أول مرّة تدخل مطبخ جديد. بُصّوا هنا أول لمّا البصلة دبلت معايا كده، هابدأ على طول إن أنا أنزل الفراخ عندي، وأنا كنت عندي هنا نُص كيلو من الفراخ بانيه. ممكن تستخدمي الصدور أو الوراك على حسب طبعًا ما أنتِ عايزة، بس أنا هنا كان عندي الصدور بتاعة الفراخ قطّعتها شاورما كده، قُمت غاسلاها كويس جدًا، جدًا طبعًا عشان الزفارة. صفّيتها كويس. بعد كده هابتدي على طول إن أنا أنزل ب الفراخ على البصل، وهابدأ بقى إن أنا أقلِّب كده لحد ما تنزّل مَيّتها. هافضل بقى إن أنا أقلِّب في الفراخ كده لحد لمّا تبتدي، بُصّوا إن هي يعني تحسّوا إن هي فيها مَيّة كتير، بس أنا ما زوّدتش نقطة مَيّة، هي الفراخ أساسًا بتنزّل مَيّتها. وهافضل بقى أقلِّب فيها كده لحد ما تبتدي إن هي تشرب مَيّتها تاني. هنا كده كانت الفراخ شربت معايا مَيّتها، هابتدي بقى إن أنا أنزل بكام حبّاية طماطم حلوة يعني حلوة كبيرة كده. هابدأ بقى إن أنا أقطّعهم مكعبات صغيّرة وهانزل عليها برضه بالفراخ. بُصّوا هنا القوطة برضه نزّلت مَيّتها، وكان عندي هنا كام قرن فلفل حامي كده. يا دوبك يعني القوطة دبلت بس ونزّلت مَيّتها كده، نزلت على طول عليها بالفلفل. برضه الفلفل ياخد تشويحة بسيطة كده، وهابدأ بقى إن أنا أنزل البهارات بتاعتي. طيب، معايا هنا بقى نُص معلقة صغيّرة من كل حاجة. معايا كمون وكزبرة وشطة وشطة وفلفل أسمر، ومعايا ال7 بهارات، ومعايا رشة جنزبيل، وطبعًا الملح بتاعي المضبوط. تمام، تمام. وممكن تستبدلي هنا أي نوع من التوابل باللي أنتِ عايزاه. أنا استكفيت هنا كده بالتوابل اللي عندي دي، وما حطيتش حاجة تاني بصراحة. ومعايا بقى هنا رشة الكركم دي اختياري أو ممكن تستغني عنها، بس أنا باحب هنا يبقى الفراخ لونها أصفر شوية كده، بيدّيها لون تحفة بجد مع المكرونة. وهاقلّب بقى كل الكلام ده مع بعض لحد لمّا الفراخ تستوي تمامًا. باقول لكم بقى هنا بُصّوا معايا مصفى هنا، والحركة دي برضه يا بنات جميلة أوي، ما تخلّيش الفراخ معاكِ تبقى يعني فيها مَيّة كتير أو فيها صوص كتير، أنا ما باحبش الصوص ده. فباعمل إيه، باحب أصفّيها كده لحد لمّا الصوص ده بينزل منها تمامًا، بيبقى جميل جدًا. معايا هنا بقى المَيّة بتاعة المكرونة، حطيت فيها معلقتين ملح حلوين كده، ومعايا رشة زيت عشان الزيت هنا ما يخلّيش المكرونة يعني تبقى ماسكة في بعض. نزلت بقى على طول المكرونة على طول كده، هابتدي بقى إن أنا أتابعها وهانقلها على العين التانية عشان العين دي نعمل عليها البشاميل. هنا بقى معايا الحلة بتاعتي على النار، هابتدي بقى إن أنا أنزل بيها بحتة سمنة يعني حلوة كبيرة كده مع شوية زيت برضه حلوين كده. نزلت هنا بحتة سمنة بلدي أو ممكن تستغني عنها، أي مادة دهنية عندِك. بعد كده هانزل ب5 معالق من الدقيق، وما تخافوش الدقيق هنا مش هيبقى كتير ولا هيبقى قليل، لأ هيبقى مضبوط أوي، أوي على كيلو المكرونة. تمام، تمام. هنا بقى هوّيت الغطا شوية بتاع المكرونة عشان ما تفورش مننا وتتدلق، وطبعًا هاتابع المكرونة كل شوية ادّيها تقليبة عشان المكرونة ما تمسكش ببعضها، ما تبقاش متماسكة ببعض. وطبعًا التقليبة دي مهمة جدًا عشان ما تخلّيش المكرونة ماسكة. هنا بقى هابتدي إن أنا أحمّر دقيق كده لحد أمّا الدقيق يبتدي إن هو ياخد لون معايا بسيط كده، يبقى مش متحمّر بس مش أبيض. تمام، يبتدي إن هو يفتح معايا كده، هانزل على طول عليه باللبن. بُصّوا هنا غيّرت بقى المعلقة، وهابتدي إن أنا أستخدم المضرب، عشان المضرب هنا هيفُك معايا الدقيق كلّه، لو كلكع معايا أو حاجة هيخلّيه يفُك. معايا هنا بقى اللبن أهو.
أي كمية لبن عندِك بقى ممكن تستخدميها، يعني أنا هنا حطيت النُص لبن والنُص مَيّة بصراحة، أنا ما كانش عندي كمية لبن زيادة، فحطيت النُص لبن والنُص مَيّة، تمام؟ طيب ممكن بقى تستخدمي مَيّة بس أو لبن بس، وفي ناس بصراحة بتعمله ب شوربة أو كده، بس أنا ما جرّبتوش ولا مرّة، بس اللي جرّبه بشوربة وطلع معاه مضبوط يعني، يا ريت يكتب لي في الكومنتات وطعمه إيه، إن أنا بصراحة مش متخيّلة طعمه تمامًا. هنا كده بعد ما نزلت كمية اللبن يعني على البشاميل، هابتدي بقى إن أنا أقلِّب كده واحدة، واحدة لحد ما يبتدي إن هو يربط معايا أو يبتدي إن هو يتقل معايا على حسب ما بتسمّوه، وطبعًا عمّالة أدّي المكرونة كل شوية أدّيها تقليبة كده زي ما أنتم ما شايفين عشان المكرونة يعني أنا ما نسيتهاش، أنا متابعاها برضه عشان يعني شوية هنا وشوية هنا. هنا بقى كانت المكرونة أخدت معايا 3/4 سِوَى، يعني مش سِوَى كامل عشان لسه هتستوي تاني في الفرن، أنا عايزة تبقى المكرونة يعني فيها يعني جمدان ثانية كده بتبقى مضبوطة أوي، أوي بعد ما بتسويها في الفرن، بتبقى مضبوطة أوي بجد، فأنا عايزاها 3/4 سِوَى بس، وبعد كده هابتدي إن أنا أصفّيها بقى أبردها شوية أو أنزّل كده النشا منها شوية و هنا كده كان البشاميل اللي هو ضبط معايا، هابتدي إن أنا بقى أحيّقه، معايا رشة كده من ال7 بهارات، ومعايا رشة ملح، ومعايا مكعب مرق، وطبعًا المرقة هنا اختياري أو أي حاجة من هنا اختياري، أنا باستكفي بس في البشاميل التوابل دي بتضبط معايا أوي، أوي في البشاميل، مش باحب بقى توابل كتير والكلام ده، وطبعًا اللي عايز ممكن يحط، بس أنا باستكفي هنا بس التوابل دي. هادّي له بقى تقليبة حلوة كده لحد لمّا الملح يضبط معايا، تمام، وده القوام بس اللي أنا عايزاه، وما تخافوش مش هيبقى خفيف، أنا هنا باقول لكم إن أنا خلّصت، وبُصّوا القوام بتاعه ما شاء الله، القوام بتاعه كده مضبوط جدًا. هنا بقى المكرونة كنت صفيتها معايا وكانت هديت شوية، ما شاء الله الكمية هنا كتيرة جدًا وتقيلة مش عارفة أمسكها. هابتدي بقى إن أنا أحط كمية بشاميل كده معايا على المكرونة، وهابتدي إن أنا أدّيها تقليبة محترمة كده، يعني بُصّوا كنت عايزة هنا شوية بشاميل تاني على المكرونة، حطيت شوية تاني وابتدي إن أنا أقلب. بُصّوا بقى أنا هنا عايزة صينية ما شاء الله كبيرة كده أو على حسب يعني الصينية اللي أنتم هتستخدموها، بس كده هابتدي بقى إن أنا أدهن الصينية أي مادة دهنية عندي، تمام، بعد ما أدهنها كويس كده وأتأكد إن الحروف كلّها مدهونة بالسمنة أو بالزيت يعني على حسب ما أنتم عايزين، هابتدي بقى إن أنا أحط نُص كمية المكرونة بس في الصينية، ماشي، وطبعًا الفيديو هنا موضّح معانا ما شاء الله كل حاجة. هابدأ بقى كده إن أنا أساوي المكرونة معايا، يعني لو حتّة كتيرة شوية في الصينية، يعني هافضل أساوي فيها كده لحد لمّا المكرونة تبقى مضبوطة معايا في الصينية، تمام، تمام. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أنزل على طول ب الفراخ، بُصّوا ما شاء الله، بُصّوا الصوص ده، ده الصوص ده بيخلّي المكرونة معايا طريّة، وبتبقى مش حابة أوي إن هي تبقى المكرونة معايا يعني طريّة أوي، أوي كده، أنا ما احبهاش بصراحة كده. هابتدي بقى إن أنا أسوي الفراخ في الصينية كلّها، يعني هاوفّق كده الصينية كلّها بالفراخ، تمام، تمام. هابتدي بقى على طول إن أنا أسوي الفراخ كده في الصينية كلّها، وهنا بقى نزلت بالكمية كلّها اللي عندي أهي، اللي كانت في المصفى يعني، نزلت على طول على الصينية. ما ننساش بقى نحط اللايك الجميل، وعلى فكرة اللايك ببلاش مش بفلوس، آه والله، يالّا بقى حطّوا اللايك الجميل. اللي جرّب بقى الطريقة دي يكتب لي في الكومنتات، وشوفوا عايزين الفيديو الجاي عن إيه، واكتبوا لي برضه في الكومنتات، ويا ريت تكتبوا لي الفيديو الجاي نعمله مع بعض عن إيه. وهنا بقى كنت فردت كمية الفراخ كلّها في الصينية يعني مضبوط كده مع بعض، بعد كده بقى هابتدي إن أنا أدّي تقليبة يعني سريعة كده المكرونة، وهانزل على طول المكرونة على باقي الفراخ، يعني بنُص المكرونة التاني على الفراخ، وهابتدي برضه إن أنا أسويها كده يعني هاوفّق كده لو حتّة تخينة شوية أو حتّة رقيقة هاوفّق كده الصينية مع بعض، تمام، تمام. وهنا كده بعد ما سويت الصينية يعني بتاعة المكرونة تبقى المكرونة كلّها متساوية، هنا بقى ده كمية البشاميل اللي عندي الباقية، نزلت بقى على طول ببيضة ومعايا كيس فانيليا، وكيس الفانيليا هنا ما تخافوش هيضبط معايا أوي، أوي الطعم، أو ممكن تستغني عن مرحلة الفانيليا دي وتحطّوا مكانها رشة فلفل أسمر، بس أنا هنا باحب أحط معاها
يعني رشة فانيليا كده بيبقى حلوة. والبيضة هنا مش هتستوي خالص، ما تخافوش. مش البيضة هنا مش هتتسلق، هتبقى مظبوطة خالص وكده. البشاميل اللي هنا، كمية البشاميل اللي هنا ما شاء الله عندي كانت مظبوطة جدا جدا. وطبعا الفرن مسخناه من بدري. هبتدي بقى ان انا احطها في الفرن، اخدت معايا بالظبط نص ساعة. وهنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت معايا عن الجمال والحلاوة أتحدث قليلا يا جماعة. بجد ما شاء الله حلوة جدا ومظبوطة، ويعني ملحها مظبوط والسوا بتاعها مظبوط، أخدت بالظبط معايا نص ساعة. عملناها بقى مع بعض النهاردة من غير جبنة، إنما إن شاء الله الفيديو الجاي نعملها مع بعض بجبنة. بصوا بقى، شايفين الجمال ما شاء الله؟ طريان وحلاوة وجمال وطعم معدي ليفل الحلاوة. بجد جربوها بالطريقة دي، صدقوني مش هتندموا. وهنا بقى كده كانت خلصت معايا وكانت جوسي قوي بجد يا بنات، وخفيفة جدا. والبشاميل هنا مظبوط معايا قوي وخفيف. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.